محكمة باب الواد بالعاصمة أمس الأحد بوضع الشاب القاصر رحيم عطاف وعمره لا يتجاوز 16 عاما رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية سعيد عبيد بولاية البويرة، بعد أن تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق بعد مواجهته بتهم متعلقة بنشاطه في الحراك الشعبي. يذكر أن القاصر رحيم عطاف قد اعتقل الجمعة الماضية بحي باب الواد خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمتها عائلة حراقة مفقودين في حي باب الواد. الطفل رحيم عرف عنه ابن الحراك وخلوق، وهو الذي اعتقل عدة مرات بسبب مشاركته في مسيرات الحراك ووقوفه أمام المحاكم والسجون تعاطفا وتضامنا مع أبطال السلمية وعائلتهم. قضى أمس مجلس قضاء البليدة بالبراءة لكل من معتقلي الرأي السابقين إسماعيل عكون وعادل عفاف والطالب عبد الجليل دكوك وإيمان عبد اللي والطالبة زهرة ساعي وعبد النور أيد سعيد وصادق لوعيل ومحمد بوعقار والناشط محمد جديد والناشط مصطفى قيرة وياسر ربيح. كما قررت ذات المحكمة تخفيض عقوبة معتقل الرأي السابق عبد الجبار بن نونة. هذا وتم اليوم إطلاق سراح عدد من النشطاء من المؤسسة العقابية القليعة، وهم معوش فريد والصديق مازا ولوناس مازا ووهاب مازا، وذلك بعد استنفاد مدة محكوميتهما.